واش كتحس بالبركة طارت من رزقك؟ شوف هاد التاجر شنو دار. القصة ديال اليوم مسمار الرزق. كان واحد التاجر ديما كيشكي من قلة الربح، وكان كيقول البركة طارت والحرفة ما بقى فيها ما يتقال. مشى عند واحد الشيخ حكيم وقال ليه: يا شيخ، كنخدم بزاف والفلوس كيطيروا بحال الرماد. الشيخ عطاه مسمار مصدي وقال ليه: دق هاد المسمار في العتبة ديال الحانوت، وكل ما دخل عندك شي كليان تذكر باللي هاد المسمار هو اللي حابس ليك الرزق. التاجر استغرب، ولكن دار كيما قال ليه الشيخ. الغد ليه دخل كليان باغي يشري، والتاجر فاش شاف المسمار تفكر هضرة الشيخ وضحك في وجه الكليان بنية وقال ليه: مرحبا بك، خذ اللي عجبك وبالثمن اللي رضيك. الكليان عجبو الحال وشرى بزاف. بقى التاجر هكاك سيمانة، كل ما شاف المسمار كيتفكر الرزق وكيتبسم للناس وكيتعامل بصدق. في الاخر ديال السيمانة رجع عند الشيخ وقال له: يا شيخ، المسمار دار المعجزة، الحانوت تفرقع بالبيع. الشيخ تبسم وقال له: المسمار ما دار والو، المسمار كان غير سبة باش تحيد المسمار اللي كان في قلبك، اللي هو الشك والتقشاب. فاش بدلتي نيتك وتبسمتي للناس تبسم ليك الرزق.